السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المتابعين، النهاردة فيديو يمكن فيه جانب مضحك شوية، وهو هنذكر فيه أنواع النفقات اللي نطالب بيها الزوج قدام زوجته في قانون الأحوال الشخصية. النهاردة فيه نفقة زوجية لو الزوجة لسه على ذمتك، وفيه نفقة أطفال لو معاك أطفال، وفيه بدل فرش وغطا، وفيه نفقة تعليم لو معاك أطفال، وفيه أجر حضانة ومسكن لو الأم حاضنة، وفيه نفقة علاج لها ولأولادها، ولكن فيه نفقة حمل. دي يعني صدمتني أنا إن إحنا مطالبين إن إحنا ندفع لهم نفقة على إن هما يبقى تقدر تحمل، فأنت مطالب إنك تدفع لها نفقة. اللي أغرب من كده إن فيه نفقة اسمها نفقة خادمة. يعني في القانون المفترض إن أنت بتجيب لها واحدة بتقضي لها طلبات البيت على أساس إن هي مش ملزمة إن هي لا تحمل ولا تقضي لك حاجة. فالنهارده لا نقول الا ربنا يكون في عون الزوج اللي النهارده محتاج يجيب خدامه لمراته ويدفع لها فلوس عشان تقدر تحمل وعشان تقدر تدي له طلباته. انتظروني في فيديو جديد ومعلومه جديده.